بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله النهاردة نشرح مع بعض الدرس الثاني من الوحدة الرابعة من مادة التاريخ. درسنا بعنوان روائع حضاراتنا الإسلامية في النظام الاقتصادي والاجتماعي. يعني هنشوف الدولة الإسلامية في الناحية الاقتصادية وفي الناحية الاجتماعية. الناحية الاقتصادية أول حاجة، الناحية الاقتصادية أو النظام الاقتصادي، هنلاقي إن اهتم المسلمون بتنظيم الحياة الاقتصادية. طبعا ده كان عن طريق ان هم قاموا بإنشاء بيت مال المسلمين والاهتمام بالأنشطة الاقتصادية. طبعا الأنشطة الاقتصادية زي النشاط الزراعي، النشاط الصناعي، والنشاط التجاري. طيب، يعني ايه بيت مال المسلمين؟ بيت مال المسلمين ده كان عبارة عن بيت مال بيقوموا بإجماع بيجمعوا فيه إيرادات المسلمين، يعني إيرادات الأموال بتاعة المسلمين اللي كانت بيجمعوها من خلال الفرائض اللي بتفرض عليهم زي الزكاة، أو من خلال الضرائب زي طبعا ضريبة الخراج، الجزية، العشور، الركاز، الغنيمة اللي كانوا بيحصلوا عليها من خلال فتح البلاد غير الإسلامية. يبقى بيت مال المسلمين هو اللي بيجمعوا فيه أموال المسلمين أو إيرادات المسلمين، زي ما قلنا من خلال الزكاة، الخراج، الجزية، العشور، الركاز، الغنيمة. طيب، متى أنشئ بيت مال المسلمين؟ أنشئ بيت مال المسلمين في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. يبقى أنشئ بيت مال المسلمين في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، اللي قام بتطوير النظام الاقتصادي للدولة الإسلامية حتى تم إنشاء بيت مال المسلمين. طيب، ليه ما يجي هنا يقول لك إيه السبب وبما تفسر إنشاء الخليفة عمر بن الخطاب بيت مال المسلمين؟ هنقول بسبب اتساع الدولة الإسلامية وتعدد إيراداتها ومصروفاتها. يبقى بسبب اتساع الدولة الإسلامية وتعدد إيراداتها ومصروفاتها، عشان كده قام الخليفة عمر بن الخطاب بإنشاء بيت مال المسلمين. طيب، اختص بيت مال المسلمين بجمع إيرادات الدولة، بيجمع إيرادات الدولة زي ما قلنا، وبيقوم بإنفاقها في المجالات المختلفة اللي بيحتاج إليها المجتمع. يعني بيحتاجوا مثلا المجتمع بيحتاج إلى مدارس، إلى مستشفيات، إلى جامعات، فكانوا بيجمعوا الإيرادات دي وبيقوموا بصرفها على طبعا كل المجالات المختلفة اللي بيحتاج إليها المجتمع. طيب، ايه الايرادات بقى اللي بتاتي الى بيت مال المسلمين او بيحصلوا على اموال بيت مال المسلمين منين؟ اول حاجه من عندنا الزكاه. الزكاه طبعا ركن من اركان الاسلام، وكانت بتفرض على المسلم عشان يعطي من امواله للفقراء والمساكين. يبقى الزكاه ركن من اركان الاسلام، بتفرض على المسلم عشان يعطي من امواله للفقراء والمساكين. طيب، تاني حاجه معانا الخراج. الخراج عباره عن ضريبه كانت بتفرض على الاراضي الزراعيه اللي كانت بيقوم المسلمين بفتحها أو بياخدوها صلحا، وكانت بتقدر قيمتها حسب جودة الأرض الزراعية. يبقى الخراج ضريبة بتفرض على المحاصيل أو الأرض الزراعية والمحاصيل اللي بتنتجها، وكانت بتقدر قيمتها حسب جودة الأرض الزراعية. يعني كل أرض غير التانية، يعني لو أرض بتنتج 1000 فدان غير الأرض ما بتنتج 500 فدان، يبقى كل أرض بتقدر ضريبة الخراج على حسب جودة الأرض الزراعية. طيب، ثالث إيراد معانا بيأتي إلى بيت المال هو ضريبة الجزية. الجزية كانت بتعتبر مبلغ من المال كان بيؤخذ من أهل الذمة. أهل الذمة طبعا اللي هم من غير المسلمين، اللي هم كانوا بيسكنوا في الأرض أو في الدولة الإسلامية، ولكن من غير المسلمين زي المسيحيين واليهود. وكان هناك طبعا بردك ظهر المجوس اللي ظهروا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وكانوا برضك بيلحقوا بأهل الذمة. وكمان ظهر البربر في عهد الخليفة عثمان بن عفان، وظهر طائفة بتسمى الصائبة، ده كان ظهرت في عهد الخليفة المأمون. كل دول كانوا بيعتبروا من أهل الذمة اللي كانوا بيؤخذ منهم مبلغ مقابل حمايتهم، وكان طبعا بيعفى من هذه الجزية، كان بيعفى منها الرهبان والأطفال والنساء وغير القادرين. طيب، كمان عندنا العشور بتعتبر ضريبة بتؤخذ على بضائع التجار غير المسلمين. يعني التجار غير المسلمين اللي كانوا بيمروا بتجارتهم داخل حدود الدولة الإسلامية كان بيؤخذ منهم ضريبة، كانت بتعرف هذه الضريبة بضريبة العشور. كمان عندنا ضريبة الركاز، كانت بتؤخذ على
كل ما يخرج من باطن القشرة الأرضية من معادن، يبقى ضريبة بتفرض عن المعادن زي الذهب والفضة والنحاس. كمان عندنا الغنيمة. الغنيمة اللي كان بيحصل عليه المسلمون من غنائم ومكاسب، طبعا من خلال الدول أو البلاد اللي كانوا بيتم فتحها، كانت طبعا بيحصلوا منها على الغنائم اللي هي المكاسب. طبعا دي برضك كانوا بياخدوا منها ضريبة، أو بياخدوا منها، أو كانت بتوضع في بيت مال المسلمين. يبقى الغنيمة كانت بتوضع في بيت مال المسلمين. يبقى إيرادات بيت مال المسلمين تاني كانوا بيحصلوا عليها من الزكاة، الخراج، ضريبة الخراج، الجزية، العشور، الركاز، الغنيمة. طيب بعد كده كانوا بيتموا بقى أو بيقوموا بإنفاق مصروفات بيت المال المسلمين. كانت طبعا الإيرادات اللي بتأتي إلى بيت مال المسلمين كانت بتنفق على أول حاجة، بتنفق على الفقراء والمساكين وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إن هم بيقدموا لهم الرعاية الصحية وبيعطوهم حقهم. تاني حاجة كانت بتنفق على رواتب العاملين بالدولة، بتنفق على الموظفين، بتنفق على الجنود، على كل العاملين في الدولة، وبتنفق على الجيش والأسطول، وبتنفق في إنشاء المؤسسات التعليمية والصحية مثل المساجد والكتاتيب والجامعات والمدارس والمستشفيات. وكمان كانت بتنفق في إنشاء المؤسسات الزراعية والصناعية والتجارية، يعني بتنفق في تصليح الأراضي الزراعية والاهتمام بيها، وبتنفق برضك في تطوير الصناعات، وبتنفق في التجارة. يبقى مصروفات بيت المال المسلمين كانت إيرادات بيت المال بتنفق للصرف على الفقراء والمساكين أول حاجة، وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديم الرعاية الصحية لهم وإعطائهم حقوقهم. تاني حاجة رواتب العاملين بالدولة. 3 الجيش والأسطول. 4 إنشاء المؤسسات التعليمية والصحية مثل المساجد والكتاتيب والجامعات والمدارس والمستشفيات. آخر حاجة إنشاء المؤسسات الزراعية والصناعية والتجارية. طيب يا ترى النقود في الدولة الإسلامية كانت عاملة إزاي، أو شكلها إيه، أو إيه أهم النقود اللي كانوا بيتعاملوا بيها في الدولة الإسلامية؟ هنلاقي إن كانت العملات اللي مستخدمة في الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين. طبعا عصر الخلفاء الراشدين اللي هو عصر الخليفة أبو بكر الصديق، الخليفة عمر بن الخطاب، الخليفة عثمان بن عفان، الخليفة علي بن أبي طالب، هم دول الخلفاء الراشدين. طيب العملات اللي كانت بتستخدم في الدولة الإسلامية في ذلك العصر عبارة عن الدينار البيزنطي، وكان بيصنع من الذهب، والدرهم الفارسي، وكان يصنع من الفضة. يبقى العملات اللي كانت بتستخدم في الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين: الدينار البيزنطي اللي كان بيصنع من الذهب، والدرهم الفارسي اللي كان بيصنع من الفضة. لكن بقى لما جت الدولة الأموية في العصر الأموي، هنلاقي إن قام الخليفة عبد الملك ابن مروان ببعض التعديلات على العملات المستخدمة، عشان أعطاها بقى الشكل الإسلامي. فقام بضرب العملة الإسلامية، قام بسك أو ضرب العملة الإسلامية، فأصبح بيكتب عليها الشهادتين، اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كانت بتكتب عليها الشهادتين من ناحية، من الناحية الأخرى كانت بيكتب عليها اسم الخليفة. يبقى أول من قام بتعديل على العملات اللي كانت بتستخدم في الدولة الإسلامية هو الخليفة عبد الملك ابن مروان، اللي قام بضرب العملة الإسلامية، فأصبح بيكتب عليها الشهادتين واسم الخليفة. طيب ايه اهم الانشطه الاقتصاديه في الدوله الاسلاميه؟ طبعا انشطه اقتصاديه في الدوله الاسلاميه يعني هنتكلم عن النشاط الزراعي، النشاط الصناعي، النشاط التجاري. الزراعه هنلاقي ان اهتم طبعا المسلمون بالزراعه مع اتساع طبعا الدوله الاسلاميه. هنلاقيهم ان هم قام المسلمون بشق الترع والقنوات، اقامه الجسور، اصلاح الاراضي الزراعيه. طبعا كل هذه الاشياء من اصلاحات للزراعه ادت الى جوده الارض الزراعيه وزياده انتاجها. يبقى اما يجي يقول لك هنا الزراعه دلل ازداد الاهتمام بالزراعه مع اتساع الدوله الاسلاميه، يبقى هنقول طبعا حيث قام المسلمون بشق الترع والقنوات وإقامة الجسور وإصلاح الأراضي الزراعية، وأدى ذلك طبعا إلى جودة الأرض الزراعية وزيادة إنتاجها. طيب يبقى ده أول حاجة في الزراعة.
تاني حاجة الصناعة، هنلاقي ان المسلمون عرفوا العديد من الصناعات الإسلامية. طبعا ده كان بسبب توافر المواد الخام، يعني المواد الخام كانت متوفرة في الدولة الإسلامية. طبعا كان عندنا نحاس، كان في مواد خام حديد، ذهب، فضة، مواد خام كمان القطن يعتبر من المواد الخام. يبقى طالما في مواد خام متوفرة، يبقى هنلاقي ان طبعا في صناعات عديدة بتقوم على هذه المواد. هنلاقي طبعا ان كمان أبدع المسلمون في الصناعات من خلال الرسوم والزخرفة والخط العربي بأشكاله المختلفة اللي كانوا بيجملوا بيه المصنوعات الإسلامية. طيب ايه اهم الصناعات اللي عرفها المسلمون؟ هنلاقي عرف المسلمين الصناعات الفخارية مثل الاواني الفخارية اللي بتصنع من الفخار، الصناعات المعدنية اللي بتصنع من المعادن، من النحاس، الفضة، الذهب، الحديد، صناعات معدنية زي الأواني والأسلحة وبعض أدوات الزينة. هنلاقي الصناعات الخشبية، الأبواب والأساس بأنواع المختلفة، طبعا الأساس زي الأسرة، زي المقاعد، المكاتب، الكراسي، يبقى دي كلها تعتبر من الأساس. كمان الصناعات الغذائية زي عصر الزيوت وتجفيف الفاكهة والخضروات. كمان الصناعات الزجاجية، يبقى الصناعات الزجاجية كانت بتصنع من الرمال البيضاء، يبقى الصناعات الزجاجية كانت بتصنع من الرمال البيضاء. الصناعات الكيميائية، الصناعات الكيميائية اللي بتدخل في صناعة العطور والصابون. الصناعات الجلدية زي الوسائد والسيور. صناعة المنسوجات، المنسوجات القطنية والحريرية. يبقى أهم الصناعات اللي عرفها المسلمين الصناعات الفخارية مثل الأواني الفخارية، الصناعات المعدنية مثل الأواني والأسلحة وبعض الأدوات الزينة، الصناعات الخشبية مثل الأبواب والأساس بأنواعه المختلفة، الصناعات الغذائية زي عصر الزيوت، تجفيف الفاكهة والخضروات. الصناعات الزجاجية كانت بتصنع من الرمال البيضاء. الصناعات الكيميائية زي صناعة العطور والصابون، صناعات الجلدية، الوسائد والسيور، صناعة المنسوجات زي المنسوجات القطنية والحريرية. يبقى دي أهم الصناعات اللي عرفها المسلمون. طيب ثالث حاجة التجارة. طبعا طالما الزراعة مزدهرة والصناعة مزدهرة، يبقى أكيد إن التجارة هنلاقيها طبعا ازدهرت التجارة في الدولة الإسلامية. طيب أما يجي هنا يقولك بما تفسر ازدهرت التجارة في الدولة الإسلامية، هنقول بسبب أول حاجة تقدم الزراعة والصناعة، 2 إنشاء الأسواق. المسلمين بدأوا إن هم ينشئوا الأسواق اللي بيقوموا فيها بالتبادل التجاري، وكمان كانوا بينشئوا الخانات اللي هي الاستراحات، وكانوا بينشئوا الأساطيل اللي بيستخدموها، طبعا الأساطيل البحرية التجارية اللي بيستخدموها في التجارة. كل ده أدى إلى ازدهار التجارة. كمان بدأوا إن هم يصلحوا الطرق التجارية، الطرق اللي بتسير فيها القوافل التجارية. كمان تمسك التجار المسلمين بمبادئ الإسلام السامحة في البيع والشراء، زي طبعا إن هم كانوا بيتميزوا أو بيتصفوا بالصدق والأمانة. وده طبعا أدى إلى أو ترتب عليه دخول كثير من الناس في الإسلام. يبقى من صفات المسلمين اللي كانوا بيتصفوا فيها أو التجار المسلمين خاصة، اللي هي طبعا كانوا بيتصفوا بالصدق والأمانة، وده ترتب عليه دخول كثير من الناس في الإسلام، الدين الإسلامي. يبقى أما يجي هنا يقول لك بما تفسر ازدهرت التجارة في الدولة الإسلامية، هنقول بسبب أول حاجة تقدم الزراعة والصناعة، 2 إنشاء الأسواق والخانات اللي هي الاستراحات والأساطيل البحرية التجارية، وإصلاح الطرق التجارية، وتمسك التجار المسلمين بمبادئ الإسلام السامحة في البيع والشراء. طيب عندنا التجارة كانت بتنقسم إلى قسمين: تجارة داخلية، يعني حركة البيع والشراء داخل المدن الإسلامية وبين ولاياتها، يعني تجارة داخل الدولة الإسلامية بين الدول الإسلامية بعضها وبعض، دي تسمى تجارة داخلية. تجارة خارجية، حركة البيع والشراء بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول المجاورة، يعني دولة إسلامية وغيرها من الدول، سواء بقى دول إسلامية أو دول لسه ما دخلتش في الإسلام. يبقى التجارة الداخلية حركة البيع والشراء داخل المدن الإسلامية وبين ولاياتها. تجارة خارجية، حركة البيع والشراء بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول المجاورة. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن الحياة الاقتصادية. اما نيجي نتكلم بقى عن الحياة الاجتماعية، يعني هنتكلم عن المجتمع الإسلامي. طيب ايه أهم العناصر المجتمع اللي كان بيتكون منها المجتمع الإسلامي؟ أهم العناصر اللي بيتكون منها المجتمع الإسلامي، أول حاجة
هنلاقي ان بيتكون المجتمع الاسلامي من العرب اللي هم كانوا اصل الدولة الاسلامية. يبقى العرب هم اصل الدولة الاسلامية، اللي طبعا اختارهم الله لحمل رسالة الاسلام وتبليغها للناس، لما كان لهم من صفات وخصال حميدة كانت سببا في انتشار الاسلام في عديد من البلدان. يبقى اول حاجة او اول عنصر بيتكون منه المجتمع الاسلامي هم العرب، طبعا اللي هم كانوا اصل الدولة الاسلامية، اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارهم عشان يحملوا رسالة الاسلام وعشان يبلغوها للناس. ليه؟ لان كان ليهم طبعا صفات وخصال حميدة كانت سببا في انتشار الاسلام في عديد من البلدان. طيب تاني عنصر من عناصر المجتمع الاسلامي هم الموالي. الموالي هم الذين دخلوا الاسلام من غير العرب من البلدان المختلفة. طبعا المسلمين لما كانوا بيروحوا بيفتحوا بلدان أخرى طبعا وكانت بيضموها إلى الدولة الإسلامية، كان فيهم طبعا ناس دخلوا للإسلام بس من غير العرب، فهم دول اللي بيطلقوا عليهم اسم الموالي. يبقى هم الذين دخلوا الإسلام من غير العرب من البلدان المختلفة. كان ليهم نفس حقوق وواجبات المسلمين أو نفس حقوق وواجبات العرب، لا فرق بينهم وبين العرب إلا بالتقوى والعمل الصالح. طبعا منهم من الموالي منهم صهيب الرومي، منهم بلال الحبشي، سلمان الفارسي. يبقى من الموالي صهيب الرومي، بلال الحبشي، سلمان الفارسي. طيب كمان عندنا أهل الذمة اللي بيعتبروا بردك عنصر من عناصر المجتمع الإسلامي. أهل الذمة هم اليهود والنصارى الذين ظلوا على دينهم بعد الفتح الإسلامي. يبقى بعد الفتح الإسلامي في ناس دخلت الإسلام وفي ناس ظلت على الديانة بتاعتها، اللي هم كانوا اليهود والنصارى ظلوا على الديانة بتاعتهم بس كانوا بيدفعوا الجزية مقابل حماية الدولة الإسلامية لهم. يبقى أهل الذمة هم اليهود والنصارى الذين ظلوا على دينهم بعد الفتح الإسلامي، ولم يجبرهم أحد على الدخول في الإسلام، بل أمنهم الإسلام على حياتهم وأموالهم وأماكن عبادتهم، فعاشوا في ظل المجتمع الإسلامي حياة هادئة مطمئنة. طبعا ما كانش حد بيجي جنبهم ولا حد طبعا طبعا بيجبرهم على شيء، لأن الدين الإسلامي يعتبر دين سمح ودين أمان وسلام. طيب بعد كده هنتكلم عن المرأة في الإسلام. طبعا هنلاقي ان الإسلام أعطى للمرأة جميع حقوقها وميزها بمكانة عالية في المجتمع، أعطاها حقوقها السياسية، حقوقها الاقتصادية الاجتماعية، وأصبح من حق المرأة ان هي تبدي رأيها في جميع الأمور. أصبح من حقها التعليم، من حقها ان هي تعمل، من حقها ان هي التملك، من حق المرأة ان هي تملك منزل، تملك قطعة أرض باسمها. يبقى الإسلام أعطى للمرأة مكانة عالية في المجتمع. هنا هيجي يقولك مثلا سؤال دلل حظيت المرأة بمكانة عالية في المجتمع، هنقول حيث أعطاها الإسلام حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فأصبح من حقها إبداء الرأي، التعليم، العمل، التملك. طيب طبعا هنلاقي ان برز في تاريخ الاسلام العديد من النساء المسلمات. يبقى كان في طبعا العديد من النساء المسلمات اللي ظهروا في تاريخ الاسلام. طبعا عندنا السيدة عائشة رضي الله عنها، السيدة خديجة رضي الله عنها، طبعا اللي كانوا زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. عندنا السيدة زبيدة زوجة هارون الرشيد، السيدة أم عطية الأنصارية. طبعا دول أهم النساء اللي ظهروا في تاريخ الإسلام وكان ليهم دور مهم في الإسلام. طبعا كده هنلاقي طبعا مما سبق هنلاقي أن المجتمع الإسلامي كان مجتمع متماسك بجميع عناصره، كان مجتمع بيسوده الود والتراحم والمحبة وجميع طبعا بين جميع أفراد عناصر المجتمع الإسلامي. طبعا ما كانش في فرق بينهم بين أحد بسبب طبعا الجنس أو اللغة أو الديانة. طبعا كل عناصر المجتمع الإسلامي كانت طبعا كلها عناصر متماسكة وكلها عناصر سوية وكلها عناصر بيسودها الحب والود والمحبة، وكل واحد ليه طبعا حقوقه وكل واحد عليه واجباته. طيب كده احنا نكون خلصنا مع بعض درسنا النهاردة وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. كانت معكم مس أماني علي، تابعوني على قناتي قناة آمون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.